كثيرا ما يعاني الفرد من قلة النشاط والكسل أثناء البرد في الشتاء، ولكن عايز أقول لحضرتك معلومة مهمة جدا، إن شرب الماء في فصل الشتاء بينظم درجة حرارة الجسم وبيدي للأجهزة الطاقة الحيوية اللي محتاجاها. كذلك شرب الماء مهم جدا للناس اللي بتعمل دايت وبيساعد في حرق الدهون. كذلك شرب الماء بيمنع حدوث الجفاف للأطفال الصغار ولكبار السن، فبيمنع الأكيوت رينال فيلير اللي هو الفشل الكلوي الحاد. من الوظائف المهمة اللي بيعملها شرب المية في فصل الشتاء إن هو بيساعدك على الاحتفاظ بالدفء أثناء فترة الشتاء، وحضرتك بتبقى حاسس ما انتش حاسس بالبرد الشديد اللي ممكن يأثر على صحتك في فصل الشتاء. نصيحة لأي حد كبير صغير في الفصول الدراسية، بنصحه نصيحة مهمة جدا إن هو يكثر من شرب الماء في فصل الشتاء، لأن هو ما بيبقاش محتاج إن هو يشرب ماء بسبب إن هو ما بيفقدش كمية كبيرة من المية، على عكس فصل الصيف عن طريق العرق أو عن طريق إخراج السوائل اللي بتخرج من الجسم. فنصيحة لازم حضرتك تشرب كوباية مية أقل حاجة كل ساعتين أو 3 ساعات علشان تحافظ على اتزان السوائل داخل الجسم. أتمنى يا رب تكونوا استفدتوا من الفيديو، وما تنساش تدعمنا بلايك وشير وكومنت واشتراك في القناة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.